بما أنك تحدثت سيادة الفريق عن القوات المسلحة، فدعنا نفتح هذا الملف لأنه به الكثير من الأسئلة. لعل السؤال الأصعب فيه هو الدعم السريع. بعض يقول أن الدعم السريع على الرغم من ظاهرا هو يتبع أو تابع للقوات المسلحة، إلا أنه جيش داخل الجيش، لديه أسلحة خاصة، لديه ميزانيات خاصة، لديه حتى فيما يخص التسليح أسلحة يقال أنها حتى أفضل مما لدى الجيش السوداني والقوات المسلحة السودانية. هل هذا حقيقي؟ حتما هذا غير حقيقي. صحيح الدعم السريع فترة من الفترات كانت ميزانيته منفصلة، لكن بعد أن تم هذا التغيير الآن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ويعمل بإمرة القوات المسلحة. مصدر التسليح للجميع معروف، ومصدر التسليح هو منظومة الصناعات الدفاعية هي التي تمدنا جميعا من الأسلحة. لا يوجد بيننا أي أمور تحت الترابيزة، كل الأمور مكشوفة لبعض ونعمل سويا بيد واحدة تحت الترابيزة. نعم نهائيا. ما هي طبيعة العلاقة بينك وبين الفريق أول حميدتي؟ علاقة تجمعنا الزمالة وتجمعنا الأخوة الحقيقية الحقة. أيضا يجمعنا حب السودان، حب الوطن. أنت تعرف كل صغيرة وكبيرة فيما يخص تحركات الدعم السريع ومن أين تأتي بالمال والتسليح، بما أنك طبعا القائد العام للقوات المسلحة. نعم. البعض متخوف، بعض السودانيين يتخوفون من أن يكون هناك جيش داخل الجيش. نحن من هذا المنبر نطمن الشعب السوداني بأن الدعم السريع جزء من القوات المسلحة ويعمل بإمرة القوات المسلحة. كل حركة تتم بإجراءات عسكرية معروفة اللي تتبع فيها كل الروتين المعمول به للتحركات العسكرية. الدعم السريع لا يعمل بمعزل ولا يعمل خارج مظلة القوات المسلحة. لا توجد أي مشكلات بينك وبين الفريق أول حميدتي أو أي اختلاف وجهات النظر إطلاقا. كلنا نهدف إلى حماية الشعب السوداني، إلى حماية السودان، إلى حماية الفترة الانتقالية. جميعنا نعمل لذلك، نعمل على حماية الفترة الانتقالية ونعمل على أن نوفي للشعب السوداني حقه في أن نوصل لحكومة ديمقراطية منتخبة في نهاية الفترة الانتقالية.